تعود بالشديد على سر المنتخب الوطني المغربي عبر خط الوسط. هنا التمرير بوريتا أمامية لكرة من حمزة بويزن للجهة اليسرى. خالد بوسيد محاولة الاختراق عبر الطرف الأيسر، لكن هنا إصابة للاعب المنتخب الوطني المغربي سفيان بوريت. إمكانيات جد محترمة من جانب سفيان بوريت الذي يبقى واحد من الدعامات الأساسية بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. يعادل هذه اللقطة لحظة إصابة سفيان بوريت. ستنفذ إذن خطأ للمنتخب الوطني المغربي. محاولة تحضير الكرة من الجهة اليمنى، فرصة مغربية وفي الشبكة السعودية. جول 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 جول. خالد بوسيد يمنح التقدم لفائدة أسود الأطلس بتسديدة لا تسد ولا ترد في شباك الحارس السعودي. فرحة من طرف الجماهير المغربية بهذا الهدف. بدأ ساكنا، بدأ بهدوء المنتخب الوطني المغربي، لكن حينما تحركت الآلة الهجومية بلمسة مغربية في الشباك السعودية، والهدف جاء بلمسة خالد بوسيد. الهدف الأول من طرف خالد بوسيد، إعادة اللقطة على غفلة من طرف عناصر المنتخب السعودي. هكذا هي الصورة حينما تترك الفرصة للمنتخب الوطني المغربي، تترك لهم المساحات والمساحة، وزاوية التسديد كانت مفتوحة بالفعل. ذلك ما حدث. التقدم من الجهة اليسرى من طرف لاعب المنتخب حمزة بويوزن. مشات أمامية تمرير كرت من خالد بوسيد. بوريتا بويوزن على مستوى الجهة انس العيان. انس تقدم انس، تسديدة انس وفرصة الثاني، لكن هذا المرة خالد بوسيد كورتو يتصدى لحارس المنتخب السعودي. إذن حمود الدهان حارس المنتخب السعودي في متابعة هذه الكرة من وسط تربية الضغط مغربي. افتكاك الكرة متابعة من حمزة بويوزير مشات أمامية. فرصة مغربية الثاني، فرصة الثاني من إناس العيان. ولاحظوا الآن ماذا يفعل المنتخب الوطني المغربي في مناطق المنتخب السعودي. واضحة الصورة بالنسبة لهذا الرجل مدرب المنتخب السعودي. يعرف بأنه هذا الضغط والهدف المسجل في الدقائق الأولى سيمنح أكيد يعني الفرص أخرى من خلال الضغط المتواصل هذه النخبة من أجل إضافة أهداف أخرى أمام المنتخب السعودي الشقيق. مشات كرة عرضية بعيدة، كرة مندريس رئيس الفني يبني الهجمة المنتخب السعودي، والعودة لفائدة حارس المرمى حمود الدهان لرضا الخياري من عثمان ممزو. طويلة كرة مغربية لكن إبعاد السعودي عبر النواف. لم تغادر الكرة دريس رئيس فني. تمرير خطوة، فرصة الثاني. جول 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 وي جول. سفيان الشعراوي بعد تيكي تاكا مغربية، بعد تيكي تاكا اطلسيه تحضر في الشباك السعوديه بهدف ثاني. لاحظوا وتابعوا التحول السريع واللمسه جاءت بلمسه اسماعيل مزال. خطوات مزال يحضر الكره ثم اللمسه من سفيان الشعراوي. لم يفهم شيء عن السر ولم تفهم شيء عن السر المنتخب السعودي في ظل هذا التحول السريع من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. دارت المهاره، دارت الفنيات، ودار الهدف، ودارت الانطلاقه من اسماعيل مزال. اسماعيل ثم ختام او اي ختام من طرف سفيان الشعراوي الذي يسجل على الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. قلت لكم مساله وقت فقط من اجل الدخول في اجواء هذه المباراه من جانب عناصر النخبه الوطنيه. ينومون المباراة وقت ما شاءوا ويرفعون من الرتم وقت ما شاءوا. هكذا هي الصورة، هكذا ولده، وهكذا هو التألق المغربي في الفوتسال. من وسط الميدان يوسف جواد، دخول يوسف، هي تغييرات تحضر من جانب الناخب الوطني هشام كيكلان راضي على هذا التقدم بحصة هدفين. وتعرفون هشام بالرغم من تحقيق التقدم فرضا هشام حينما يكون الأداء تكون إلى جانب ذلك النتيجة.
بدون اخطاء بطبيعه الحال. صارم هذا الرجل وصرامته وتعامله يقول العائلي مع هذه المجموعه جعل المنتخب كعائله منتخب يضرب به المثل في كل شيء رفقه الناخب الوطني هشام دكيك. تسديده نواف يمينيه فوق مرمى الخياري، تألق كبير من جانب هذا الحارس. تابعنا في مباريات المنتخب الوطني ماذا هناك الخطأ يحتسب لعناصر المنتخب السعودي بداعي وجود لمسة اليد. نسير نحو النصف الثاني من هذا الشوط الأول، مدة كل شوط 20 دقيقة، بذلك تقدم بهدفين دون مقابل على مستوى هذه المباراة عن منافسات البطولة العربية، البطولة التي نظمت لأول مرة بالشقيقة مصر بالعاصمة المصرية القاهرة، كان ذلك سنة 1998. والتسديدة جانبا والفرصة تكتسي نوعا ما طابع الخطورة من طرف المنتخب السعودي عبر عبد الله العتيبي، هو من سدد هذه الكرة رقم 5 عبد الله العتيبي، لكن جانبا عن مرمى الخياري. قلت نسخة كذلك منتخبات ليبيا الجزائر تونس ليبيا والمغرب ومصر والعراق، وتوج المنتخب الليبي باللقب. هنا كرة أمامية مشات عناصر المنتخب السعودي، فرصة وتألق من جانب الخيار وتألق من طرف الحارس الخياري لخوف على مستوى مرمى المنتخب الوطني المغربي. تواجد رضا الخياري حارس مرمى لوكوس الأقصر الكبير، وكذلك الحارس عبد الكريم البيع حارس فريق الصقر قدير، الحارس الذي قاد الصقر من أجل التتويج بأول لقب له في مسيرة فريق الصقر بقيادة حمراء بيضاء الوان حمراء خضراء الوان المملكة المغربية الى جانب قول هوية وشعارات الأندية الوطنية في صورة تؤكد أكيد هنا الخطأ وهنا الفرصة. جول انس العيان يضيف الثالث من رقم 3. انس العيان يحضر الثالث لفائدة المنتخب الوطني المغربي. انس العيان فعل هدف بعد خطأ مكلف يمنح هدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا ماذا فعل بالمنتخب السعودي. ناصر الحارثي تخطي بهذا الشكل امام المنتخب الوطني المغربي، فاعلم بانه الضريبه ستكون غاليه، وبذلك الوصول للهدف رقم 3 من جانب النخبه الوطنيه. اذا 3 أهداف دون مقابل 8 دقائق واقل من 36 ثانيه، ثلاثيه في الشباك السعوديه. المنتخب السعودي على حساب البلد منظم منتخب مصر اللي احتل المركز الثاني، ثم يليها المنتخب الأردني، لكن بعد عودة البطولة النسخة الخامسة لكأس سنة 2021 بتواجد منتخبات مصر موريتانيا المغرب الكويت قلت مصر موريتانيا البحرين الكويت المغرب الإمارات والسعودية وجزر القمر. ثاني الألقاب تواليا للمنتخب الوطني المغربي. الفوز على حساب المنتخب العراقي ب3 أهداف دون مقابل. الثالث نتمنى كذلك ان شاء الله تكون ثابته من خلال نسخه مدينه جده السعوديه. اذا يتواصل الضغط وتتواصل البناءات الهجوميه للنخبه الوطنيه بسهوله، يمكن ان نقول بدون صعوبه بدون مشاق من طرف النخبة الوطنية فرض حضورها بشكل واضح. هنا عملية التمرير، فرصة لكرة العناصر المنتخب السعودي من الجهة اليمنى، تقدم من طرف عبد الله العتيبي. السعودية يخابر المنتخب السعودي الآن، كرة من الجهة اليسرى، محاولة تفتك، فرصة الرابع الاعتماد على خطة الحارس الطائر، ستكلف المنتخب السعودي أهداف أخرى. دعم وسند من طرف الجماهير السعودية الشقيقة
لمنتخب بلاده في هذه المباراة. كرة من الوسط، تمريرة أمامية، فرصة لعناصر المنتخب السعودي تعود مغربية من الطرف الأيسر، وفي آخر المطاف عبد الله العتيبي يتمكن من إبعادها. اعتماد على مكبر الصوت من أجل إيصال هذا الدعم والسند من طرف الجماهير السعودية. اليوم في مواجهة أسود المغرب، أسود الأطلس، أسود القاعون. فرصة سديدة الخيري، لكن متابعة حمود الديار هذه المرة يتمكن من التصدي لهذه الكرة بتسديدة مباشرة من طرف الحارس الخيري. هنا ارتداد الكرة يظهر رضا الخياري ويسدد كرة من بعيد في المتابعة الحارس حمود الدهان. 3 دقائق 29 ثانية. نسير أيها السادة والسيدات نحو نهاية الفصل الأول بدون عناء، بدون صعوبة من جانب النخبة الوطني المتقدم ب3 أهداف دون مقابل أمام المنتخب العربي الشقيق المنتخب السعودي. كرة من الجهة اليمنى، فارس المالح، تمرير لناصر الحارثي، مالح من جديد يضغط المنتخب الوطني من اجل الافتكاك. ادريس انس العيان والخطا او الجانبيه، ماذا هناك الحكم يمنح الكره لعناصر المنتخب السعودي. إذا في انتظار استئناف لعب كرة الخياري، البحث عن الرابع جول. ميدان نواف اختار التسديد، الخياري في متابعة الكرة الأولى والثانية. الخياري البحث عن الرابع جول. جول 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 ويجول. رضا الخياري يسجل الرابع، يقسو المنتخب الوطني المغربي على المنتخب السعودي. قدمت الكرة بالتسديدة السهلة من طرف عبد الله العتيبي، يظهر له مدى المرة الحارس رضا الخياري ياخذ نصيبه من اهداف هذا الشوط الاول باهداف رابع. بعالم المملكة العربية السعودية يقدم اجمل الرسائل من المدرجات. هنا جول، اول هدف يسجل المنتخب السعودي من نواف. إذا نواف رقم 4، نواف العروان يسجل هدف على بعد دقيقتين و29 ثانية. هدف حفظ ماء الوجه بالنسبة لهذا الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب السعودي الشقيق. الحصة 4-1. اللقطة واضحة والهدف يسجل في مرمى الحارس رضا الخياري. الفعل من طرف رضا الخياري بعد هذا الهدف، هدف تقليص الفرق من جانب عناصر المنتخب السعودي الشقيق. هنا فرصة والهدف ردة الفعل، هذا المرة من طرف إدريس رياس الفني بعد هدف المنتخب السعودي بهدوء بسهولة. هدف خامس من إدريس رياس الفني، كرة أرضية زاحفة ارتدت بعد تدخل الحارس حمود دهان. يعادل هذه اللقطة، كرة ترتد وليس لديه أي خيار سوى إسكانها في الشباك. إدريس رياس الفني بهدف خامس في مرمى المنتخب السعودي. هدف خامس إدريس رياس الفني، أهداف خالد بوسيد، سفيان الشعراوي، كذلك ناس العيان، رضا الخياري، وهدف للمنتخب الوطني المغربي في هذا الشوط. هنا تسدد والهدف الثاني، دور يليق وصورة تليق بقيمة الجمهور المغربي الاستثنائي. هنا تسدد والهدف الثاني، هدف الثاني للمنتخب السعودي عبر من عبر لاعب رقم 4 نواف، يسدد نواف العروان. إذا نواف العروان يسجل الثاني. المنتخب السعودي سددت من بعيد زاحفة أرضية تتجاوز عناصر
المنتخب الوطني المغربي، وتمنح ثاني الاهداف للمنتخب السعودي الشقيق. اذا المباراه تنتهي ايها الساده.